بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمينا العجائبي. طبعا كلنا عارفين الصداقة الجميلة اللي كانت بين البابا كرولوس ومريمينا العجائبي. كمان كان في صداقة جميلة جدا جدا بين طماف إيريني والشهيد العظيم أبو سفين، وكمان كان ليها علاقة طيبة وكويسة خالص بالبابا كرولوس السادس. عشان كده المعجزة بتاعت النهاردة بتجمع بين طماف إيريني والبابا كرولوس والشهيد العظيم أبو سفين. بس قبل ما نتعرف على تفاصيل معجزة النهاردة، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمينا العجائبي. تعالوا بينا نتعرف على المعجزة الجميلة بتاعت النهاردة. حكايتها بتقول ايه؟ حكايتنا ومعجزة النهاردة بتحكيها طماف إيريني. بتقول ان هي كانت بتاخد خلوة في فيلا بتاعت واحد يعني ما ذكرتش اسمه، وده والد احدى الراهبات بالدير موجود في كينج مريوط، وكانت وقتها منطقة فاضية. وبتقول كان نفسها في مكان هادي زيها كده، عشان زي المكان ده يعني عشان يكون تكملة للدير في مصر القديمة. فقالت لعم فلان اللي هو صاحب الفيلا دي، وابونا كان اسمه ابونا تكلة لبيب كاهن كنيسة الشهيد ماري جرجس بالحضرة، كانت موصياهم يعني ان هم يشوفوا لهم مكان، لان الدير في مصر بدأ يضيق عليهم ومحتاجين ان هم يتوسعوا. بتقول مرت الايام وجه ابونا تكلة الدير ومعاه زوجته الدكتورة فايزة عزيز شلبي في نفس ميعاد صلاة الساعة 12 الظهر، وقالوا ان هم جايين وعايزين يقابلوا طماف إيريني. فبتقول نزلت وشفتهم. فبتقول ابونا قال لها يا امنا انا اخدت قطعة ارض 6 فدادين من عم فلان ودكتورة من اسكندرية في الساحل الشمالي في سيدي كرير. قال لها اخدتها على اساس اني هبني فيها فيلا وهعملها نادي لأنشطة الكنيسة. لكن بيقول لها الدكتورة فايزة اللي هي زوجته شافت رؤية في 3 ليالي متتالية، وطلب ابونا يعني من طماف ان هي تسمعها من زوجته. فبتقول ان طماف بتقول ان زوجته حكت لها وقالت لها انا شفت راجل نوراني شكله زي ملاك واقف في وسط الارض، وبيقول لي المكان ده مش نادي ده دير. فبتقول لما حكيت لابونا قال لها ده العقل الباطن علشان انتي بتفكري في موضوع الارض وان احنا لسه شاريينها وكده. بتكمل زوجة ابونا وبتقول ان الرؤية دي اتكررت يومين، وفي 3 يوم بتقول شفت نفس الراجل النوراني لابس ابيض وبشيبة كبيرة كده ومعاه يافطة كبيرة منورة مكتوب عليها دير ابو سفين للراهبات، وقال لها انتم ازاي واخدين الارض دي مش بتاعتكم. وفجأة بتقول لقيت حمام ابيض ملا الارض وبدأ يطير فيها، وكرر الشخص النوراني ده كلامه وقال لها قولي لابونا ان الارض دي مش بتاعتكم. بتقول بعد ما سمعت طماف إيريني بتقول بعد ما سمعت الرؤية قلت لهم ايه رأيكم ان الراهبات فوق دلوقتي بيصلوا عشان السما تعرفنا؟ فكده ربنا بعت لنا الرد بالموافقة وجاي في نفس ميعاد الصلاة اللي احنا بنصليها. فرد ابونا على طماف إيريني وقال لها خلاص يا امنا خدي الارض وتعالي شوفيها. بتقول فعلا رحت معاهم، ولما دخلت المكان شعرت بسلام عجيب جدا، وحسيت ان المكان مليان نعمة وبركة كأني في دير الأنبا أنطونيوس الأثري. بتقول كل ما يجوا يقوموني مش عايزة أقوم، وكنت مستغرقة في صلاة عميقة جدا جدا جدا. بتكمل طماف إيريني وتقول بعد كده وقفنا نصلي مع أبونا واحنا بنقول أمانة الذي شفنا 3 حمامات كبار بيطيروا حوالينا فوق راسنا كده واختفوا فجأة، وما كناش عارفين هم جيهم منين ولا اختفوا فين. وبتقول بعديها على طول لقينا ريحة بخور جميلة جدا 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 ملت المكان اللي احنا واقفين فيه. بتقول اهتزت مشاعرنا كلنا لدرجة ان ابونا نفسه بكى بكاء شديد جدا وبتأثر شديد خالص. فقالت له طماف إيريني خلاص يا ابونا انا هاخد الارض
بس انا مش معايا فلوس دلوقتي. وسألته هو انتوا اشتريتوا الارض دي بكام؟ فرد ابونا وقال لها انتي يا طماف سددي للدكتورة علشان عايزة تسافر، وانا وعم فلان نصبر، اللي هو الراجل التاني يعني. وبتقول بتكمل كانت الارض ما فيهاش اي مباني خالص. بتقول احنا بنينا بعد كده مبنى صغير كده لإقامة الراهبات، وبعدين كان في 4 فدادين على الشارع. طلبنا من ربنا ان هو يوفقنا ونقدر ناخدهم. بتقول طماف بتكمل بتقول لقينا يوم 2 البسخة من اسبوع الالام المحامي بيتصل بالتليفون ويقول لها شيخ القبيلة اللي ارض الدير تبعه هيبيع ال4 فدادين اللي على الشارع، انت ايه رأيك يا طماف؟ فقالت له احنا ناخدهم، لكنهم زودوا الاسعار، ربنا يدبر. وفعلا ربنا دبر وبعت لهم الفلوس واشتروا ال4 فدادين باسم احد الاحباء يعني تبع الدير يعني، وكده حد يعني من بره الدير، وربنا اداهم نعمة ودبروا الامور كلها. بتقول برضو اخدنا الجبلاية من قبيلتين عرب وكان ليهم معاهم احداث صعبة كتير جدا، لكن ايد ربنا العظيمة اتمجدت فيها بقوة عظيمة جدا، هما مش عارفين ازاي ده حصل. والثقة للمشاكل العديدة اللي واجهت طماف إيريني في بداية شراء الأرض دي، كانت طلبت من مجمع الدير إن هو يكرس فترة صوم وصلاة قبل الصوم الأربعيني المقدس عشان تعرف إرادة ربنا إيه في موضوع الأرض دي والمشاكل دي تنتهي. وكانت مشاكلها صعبة أكتر بكتير جدا في موضوع الجبلاية بتوع قبيلة العرب دول، لأن هما كانوا عاملين لها مشاكل كبيرة جدا جدا بسبب موضوع الأرض دي. وفي نهاية مدة الصوم طمنها الشهيد العظيم أبو سفين في رؤية وكانت صحية، شافته وهو في إيده صليب من نور، وكان ماشي في أرض كرير ووراء البابا كرولوس السادس وهو شايل إناء كده فيه مية، وكان الشهيد أبو سفين يرشم الصليب على المكان ويقول للبابا كرولوس رش هنا، ومشى في كل شبر في الأرض وباركها. وكمان البابا كرولوس مشي وراه وكان بيرش مية في كل مكان يشاور عليه الشهيد العظيم أبو سفين. وللحال بسرعة رتبت طماف إيريني شوية أساس عشان تنقلهم لكرير عشان تهيئ المكان للسكن، وتم ده في يوم الثلاث الموافق 22 مايو 1979. وده كان تدبير السماء لليوم ده بالذات، وكانت تعزية كبيرة جدا لأمنا طماف إيريني ولكل راهبات الدير، لأن اليوم ده بيوافق تذكار نياحة القديس العظيم الأنبا بخوميوس أب الشركة. وتكرر ظهور الشهيد أبو سفين لطماف إيريني كتير جدا وقال لها إلهي عايز المكان ده وأنا عايزه، فمهما حصل من مشاكل ما تخافوش أنا معاكم، لأن كل مشكلة هتثبتكم أكتر وأكتر. وفعلا كانت كل مشكلة بتقابلهم كان ربنا بيرسل ليهم المعونة ويدبر لهم ويبعد عنهم عدو الخير اللي كان بيشتغل ضدهم، وفعلا كل المشاكل بتاعتهم كانت بتتحل، بس كانوا بيحلوها بالصلاة والصوم. بركة وشفاعة القديسين العظام والشهداء دول تكون معانا امين. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. يا ريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم المعجزة يا ريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد، وأرجوكوا اذكروني في صلواتكم. سلام.